بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جبت لكم النوع الأخير تاع كاطو تاع النفاس، كاطو بخيسيج بكريمة الفول السوداني، يجي بزاف بنين. كنت شاركت معاكم النوع الأول واللي هو تاع كاطو تاع الكعيكعات، يذوبوا ذوبان في الفم. وكاطو الثاني واللي هو تاع الكفتة باللوز على شكل سبيبطات، روعة لا في الشكل ولا في الذوق. دوك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش هكا تدوا أفكار وتدوا الوصفات كيفاش خدمناهم. ولا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة تاعي ديروا أبوني هاك باش يحقكم كاع جديد اللي راني نحطه. واني قسمت معكم حبة شوفوها كي دايره من الداخل. الكريمة تاعه تجي بزاف بنينة. عندي هنايا انا غادي ندير كلش في البيترا. عندي 125 غرام تاع المارغرين، ودرت معاها النص تاع 125 غرام واحدة أخرى تما 250 غرام. درت منها 3 أرباع وخليت ربع واحد، حطيتهم هنايا مع مغرف كبيرة تاع السكر. ها هي البواطة تاع الدهان قدامكم ولا تاع المارغرين، شوفوا من الداخل راني درت 3 أرباع والربع الأخير الرابع خليته. غادي نحط معاهم مغرف كبيرة تاع سكر كلاصي، ونحط معاهم قرصة تاع الملح. وغادي نجيب هذا المكون اللي هو أساسي في الوصفة تاعنا، واللي هو كريمة الفول السوداني. درت منها مغرف كبيرة تجي بزاف بنينة بهذا هذا الكاطو بهذا الكريمة. درت بيضة وصفار بيضة، وندير مغرف كبيرة تاع المايزينا. غادي ندي كلش في الخلاط في البيتنا، غادي نضربه مليح ونديره بالباتور كي يضرب كامل الخليط تاعنا كيما شفتوا اللي حطيناه في القصعة. جبناه هنايا ونلمو بالفرينة، نلم تدريجيا حتى اللي نتحصل على عجينة شوية طرية كما راكم تشوفوها والقوام تاعها كيفاش. غادي نخليها تريح، نديرها في بلاستيك خلوها تريح في الفريجيدير باش تعاوننا من نقعدوا نشكلوا في كل حبة في المول تاعها. انا جبت هاد ليمون اللي الشكل تاعهم مستطيل، نتوما الشكل اللي عندكم ديروا مدورين ولا بيضاوي ولا الشكل مربع كيما تبغوا. انا هاد الليمون راهم عندي قدام قدام بزاف، راهم في شحال من عام هما عندي، بغيت ندير فيهم. شوف غادي ندير عجينه في الوسط. بعد ما ريحت العجينه تاعنا مليح غادي نجيب العجينه تكون بارده شويه باش تعاوننا في وتدي الشكل تاع المول. غادي ندير كره ونطبقها على هذاك المول تاعنا كما راكم تشوفوا بالصباعي. غادي ندخلها مليح ونضغط في القنوته مليح، والزائد غادي نتخلص منه باش الحبه غادي تدي الشكل تاع هذاك المول كما راكم تشوفوا. نضغط عليها مليح وغادي نجيب كارفون نفوت على الحبات كامل. على من بعد نحذف لي المقطع من كملت كامل الحبات. من بعد طيبتهم ونخلي نحمرهم مليح ونخليهم على جهه يبردوا، ونخدموا الكريمه تاعنا اللي فيها 250 غرام تاع المارغرين. انا كفاتني هذه المارغرين كفاتني، بقات لي نتوما بغيتو ديروا نصف تاع الكميه ديروا نصف الكميه. عندي 250 غرام تاع المارغرين، درت معاها 2 مغارف تاع السكر رطب، حطيت 3 مغارف كبار تاع كريمه الفول السوداني وربع كاس زيت. نبدو نضربوا فيها حتى اللي القوام تاعها غادي يطلع. شوفوا الكميه تاعها ضاعفت ولات بزاف شابه وبنينه بنينه هذا الكريمه. ما بغيتش نديرها الروحه، اللي بغى يديرها الروحه يديرها الروحه ثاني تجي بزاف بنينه. زدت خلطت معاها الكاكاو اللي مقلي في نهاره، حمرته مليح وطحنته متوسط، ودرت معاه ثاني الكفريت بذوق الفاني. خلطتهم كاع مع بعض راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش جا. انا هذه الكريمه كيما قلت لكم كفاتني هذا الكاطو، ودرتها ثاني في الحشو تاع اللي خدمته دول اللي غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. حشو تاع السبيبطات اللي خدمناهم بالكفته تاع اللوز، الحشو تاعه ثاني لميتها بهذا الكريمه تاع الزبده. نكمل الكميه اللي عندي، كمل كامل الحبات اللي عندي. انا البنات قطعت لي كما قلت لكم 24 حبه كامله. هنايا ماهاش كامله كاع 24 حبه، قطعت لي 24 حبه. حبات منها راهم راحوا نتكلوا من البنه تاعهم. شوفوا غادي نخدم كامل الكميه تاعي تاع هذيك الكريمه. وثاني الثاني غادي ندير صف صف بصف. الحبات اللي يبقاو غادي نجيب ثاني كريمه الفول السوداني، ها هي غادي نجيبها ونعمر بها كامل الحبات اللي يبقاو لي. كي نكمل الحبات غادي نجيب حبه مع حبه كما راكم تشوفوا ونعمرهم. انا بغيت نعمرهم باش الكميه اللي عندي باش يجوا بنان. شوفوا باش الحشو غادي يجي بنين ويبان كي نقسموا الحبه غادي يبان الحشو تاعنا. هنا اللي بغات تزيد الكوكاو هنايا مع هذيك كريمه الفول السوداني تزيد، بما انه الكاطو كاع راه مخدوم بالكوكاو. ولا بغيتو ثاني تزيدوا معاه الكوكاو زيدوا. انا كي درته في الكريمه ما بغيتش نعاود نزيد. نكمل كامل الحبات تاوي ونغلقهم مع بعض. من بعد نقلاصيهم بالشوكولا. غادي نخدم الشكل خفيف تاع بعجينه السكر. عجينه السكر
السكر نديرو لها تيلوز في هذا اللون كيما الأنواع الأخرين، اللون تبعته كاع واحد بنفسجي كيما الألوان الأخرين اللي درناهم. غادي ندير هذا الكادر كيما راكم تشوفوا، درت فيه كيما قلت لكم شوية تيلوز في العجين السكر باش تنشف لي ثم ها هو خدمته هذا الكادر. ونجيب ثاني هذا النو اللي يكون شوية صغير باش الحبة ما تجيناش باسلة، درت كاع النو اللي كان صغير وغادي نخدمه هنايا مليح ونخليه ينشف. من بعد غادي نجيب هذاك الكادر ولصق هذا النو في هذاك الكادر كما راكم تشوفوا هنايا. تقدروا تلصقوه بالشوكولا ولا ثمثم قادرين نديرو غير بالماء، غادي يلصق لكم هنايا في هذا الأثناء غادي يلصق لكم غير بالماء. الشوكولا لا كنتو لا كان الحمى البنات لا كان الجو كان سخون ديروا لها والو ما تضيفوا لها حتى إضافة. أنا كان شوية برد زدتها مغرف تاع زيت مع كل 100 غرام تاع الشوكولا نديرو مغرف زيت ونخلطو مليح. شوفوا هذه هي الطريقة تاعي نقلاصي الحبة تاع الشوكولا. درت باش تبقى لنا هذه البلاصة نقية والحبات ما يلصقوش في المكان العمل تاعنا. غادي ندير بلاستيك من التحت ونقلاصي كامل الحبات تاوعي ونجيب هذا الموتيف ولا هذا الشكل اللي خدمناه راه صاي ينشف. غادي ثاني هذا لي موتيف ثاني تاع اللي جايين دوغي غادي نقلع هذيك البلاستيكه اللي من تجي من الفوق ونحطها في الوسط. هنايا تقدوا تلصقوها بالشوكولا اللي تكون بالبانسون نديرو الشوكولا اللي ذايبه ولصقوها، ولا قادرين ثاني تلصقوا بالتيلوز مع شويه ماء وديروه غيره وتلصقوا به هذو كامل الحبات. كي كملتونا كامل درتهم في اللونغوزا لي كيسات وشوفوا الحبات تاعنا كي جو تحفه في المنظر تاعهم الذوق تاعهم ما نحكي لكمش. كي تجربوه ان شاء الله تردوا بالخبر ان شاء الله تنجح معكم الوصفه. بالنسبه للسعر السعر ما بين 11000 حتى 11000 ونص للحبه، اقل من هذا الشيء ما تبيعوش البنات بالنسبه للناس اللي يخدموا على رواحهم. كنت شاركت معكم ثاني قاطو بالكريمه الفول السوداني اللي عاد كي شاركته معكم فيديو مفصل ثاني دوك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. يجي بزاف بنين وفيه غاناش ثاني خدمناها بكريمه الفول السوداني ثاني بزاف بنينه. ويبقى هذاك الغاناش يبقى على حاله كون كاع يقعد عندكم مده ولا يقعد عند الزبونه اللي غادي تبيعوه لها يقعد كيما هو. دوك نقسم معكم حبه باش تشوفوا الحبه تاع الكاطو كي دايره من الداخل بزاف بنينه. دخلوا ما تنسوش البنات عجبكم هذا الفيديو خلوا رايكم في التعليق هكا باش يوصلكم كامل جديد يعني نحطه، وخلوا لي جيم والبارطاج مع حباباتكم وصحاباتكم. سلام.